اللاعب إبراهيم صلاح من الأسماء الجديدة بلائحة أسود الأطلس، والذي قام باستدعائه المدرب وليد الركراكي، وهو مغربي بلجيكي يبلغ من العمر 21 سنة، وهو مهاجم. اللاعب قبل الموسم الماضي كان جد قريب من اللعب بالبطولة الاحترافية بعد أن نجح في اختبار بفريق الدفاع الحسني الجديد، وتم الاتفاق مع مسؤولي الفريق الدكالي، إلا أن تفاصيل بسيطة في عقد اللاعب جعلته يغير الوجهة. لم تشفع مؤهلات اللاعب في إقناع مسؤولي الدفاع الحسني الجديد ومدربه الجزائري بن شيخة، ولعب اللاعب صلاح وديات كثيرة مع الدفاع ليصبح أول لاعب في التاريخ يخضع لاختبار مدته 4 أشهر لكن دون جدوى. ويعد الموسم الرياضي 2020-2021 أسوأ موسم في تاريخ اللاعب صلاح، إذ لم يلعب لأي فريق، وبالتالي قرر في صيف 2021 التوقيع لفريق لاغونتواز. يتمكن صلاح بعدها من اللعب لفريق جينك، ثم العودة لفريق لاغونتواز من جديد، ثم بعدها إلى فريق رين الفرنسي. لينجح صلاح في تجربته مع فريق رين في دفع وليد الركراكي لمراقبته يكون ضمن لائحة المنتخب المغربي في وديتي البرازيل والبيرو. اللاعب إبراهيم صلاح ازداد سنة 2001، أي عمره الحالي هو 21 سنة، في بلجيكا. كل التوفيق له ولجميع لاعبي المنتخب المغربي.